عمرك سألت نفسك قبل كده ليه غير مسموح إن شخص عادي يلمس كأس العالم النسخة الأصلية؟ المعروف ان اللي مسموح ليهم ان هم يلمسوا كاس العالم اللعيبه اللي كسبت كاس العالم قبل كده او رؤساء الدول او بعض القائمين على منظمه الفيفا. ليه بقى ما ينفعش لعيب مثلا زي نيمار ان هو يلمس كاس العالم؟ طب ما تيجي اقول لك، علشان تبقى عارف ده بروتوكول واتحط بعد معاناه حرفيه. بعد مرمطه كاس العالم يا راجل، حرفيا كاس العالم نسخه جوري ميه كان بيظهر سعرات مشبوهه وكان بيبات في شنط جزم قديمه وساعات كان بيتحط مع الهدوم الداخليه. فتعال احكي لك قصه المطارده اللي استمرت 50 سنه للكاس دي، اللي كانت منحوسه اكتر من منتخب مصر في تصفيات كاس العالم. بدايه الحكايه بتقول ان الكاس دي من اول يوم اتعملت فيه وهي ما شافتش يوم عدل. اي حد كان معدي كان ممكن ياخد الكاس دي ويمشي، ده غير طبعا لا مؤاخذه التحسيس عليها. بعد ما ايطاليا كسبت كاس العالم 34 وقدرت تحافظ عليه في 38، دخلت الحرب العالميه الثانيه، وساعتها كان في قانون بيقول ان المنتخب اللي هيكسب كاس العالم هيفضل محتفظ بالكاس ده لحد ما تتلعب كاس العالم الجديده. فايطاليا حافظت عليه مرتين، فتبدا الحرب العالميه والكاس موجوده على الاراضي الايطاليه. ماما ميا! مع دخول الحرب العالميه الثانيه ودخول المانيا النازيه لايطاليا، المانيا كانت بتدور على اي حاجه فيها ذهب وبالاخص الكاس دي. وهنا بقى يظهر المنقذ بتاع قصتنا، فراسي نائب رئيس الاتحاد الايطالي. الراجل ده عمل حركه ما تخطرش على بال الشيطان نفسه، راح البنك وسحب الكاس ورجع بيه على البيت. ايوه، وساعتها الكاس كان بيتحط في البنك علشان يكون امان ليه. فبارسي كان عارف كويس ان اول حاجه الالمان هيروحوا عليها هو البنك، فكان لازم يشيل الكاس من البنك بسرعه. وقعد يفكر ويفكر ويفكر هو هيخبي الكاس دي فين، لحد ما جات له فكره ما تخطرش على بال حد. بارسي قرر ان هو يخبي الكاس دي جوه علبه جزم قديمه ريحتها وحشه قوي، وحط الكاس في العلبه وخبى الكاس والعلبه تحت السرير. مش بقول لك الكاس دي شافت معاناه من اول يوم. الالمان فعلا بداوا يدوروا على الكاس، ولما راحوا البنك عرفوا ان الكاس خرجت من البنك، فبداوا يدوروا كويس قوي وعرفوا ان النائب الايطالي هو اللي خد الكاس دي. وبسرعه الجنود الالمان راحوا على بيت النائب وقعدوا يدوروا في كل حته في البيت وجابوه من فوق لتحته، وفي الاخر ما لقوش اي حاجه. الفكره بقى والنقطه المهمه هنا ان الجنود الالمان شافوا العلبه اللي محطوطه فيها الكاس ولكن ما قربوش منها، ريحتها كانت وحشه قوي. ودي كانت حاجه من الحاجات العبثيه اللي حصلت للكاس دي. ونطلع بالزمن قدام شويه، تحديدا سنه 1966 في عاصمه الضباب لندن. ساعتها البطوله كانت بتتنظم على الاراضي الانجليزيه، فالانجليز حبوا ان هم يحتفلوا بقدوم الكاس دي ليهم، وحبوا يتمنظروا بالكاس وسط عامه الشعب. من الاخر عملوا احتفاليه كبيره، وفجاه مره واحده وسط الاحتفالات الكاس اتشفطت في النص. الكاس اتسرقت من وسط الناس، والشرطه الانجليزيه كانت حرفيا في نص هدومها. العالم كله بقى بيضحك على انجلترا وبقوا بيتريقوا عليهم، يا عالم يا جامدين، الكاس اللي انتوا بتقولوا امانه معاكم اتسرقت من قلب بلدكم. وانت عارف بقى ايطاليا في الحاجات دي بتحب الكلاحه، قعدت تتريق على انجلترا شويه، وان لما كانت الحرب العالميه موجوده في ايطاليا ما حدش قدر يقرب للكاس، ما بالك بقى انتوا اتسرقتوا والكاس وسطيكم. ساعتها بقى في حرامي حب يستغل الموضوع، فبعت تليجراف للشرطه الانجليزيه بيقول لهم ان الكاس معاه. الحرامي قال لهم لو عايزين تشوفوا الكاس دي ادفعوا 15,000 جنيه استرليني. الشرطه الانجليزيه شغلت دماغها شويه وعملت له كمين بفلوس مزوره. والحرامي لما جه يستلم الشنطه ففتحها فلقى ورق جرايد، بدا يجري في كل انحاء لندن، والشرطه الانجليزيه كانت بتجري وراه. وبعد ما الشرطه الانجليزيه مسكته وبعد تحقيقات كتير اكتشفوا ان هو وسيط وكان جاي يصطاد في المايه العكره، ولا يعرف الكاس فين ولا يعرف شكل الكاس ايه اصلا. وفي اللحظه دي بيظهر بطل قومي علشان ينقذ كاس العالم تاني. هو شكله غريب شويه، هو ما عندوش اعاقه لا سمح الله ولا اي حاجه، هو زي الفل وصحته تمام. الفكره بس ان هو يعني كان عنده 4 رجول ولا مؤاخذه ديل. من الاخر يا جماعه كان كلب. انا عايز اقول لكم الكلب ده كان عسول قوي. وفي يوم جميل في لندن والشمس كانت طالعه، قرر اسمه ايه؟ قرر ديفيد ان هو ياخد كلبه بيكلز ويتمشوا شويه في الجنينه. وعند شجره صغيره كده وهم بيتمشوا بدا بيكلز ان هو يحس ان في حاجه غريبه. بيكلز لقى لفه جرايد محطوطه تحت الشجره الصغيره. ديفيد خد اللفه دي من بق الكلب وبدا ان هو يفكها، وطلعت هي كاس العالم
كانت ملفوفه في ورق جرايد. ساعتها ديفيد ما ترددش ولا لحظه وقرر ان هو يكلم الشرطه الانجليزيه ويقول لهم يا جماعه انا لقيت الكاس. ساعتها ديفيد خد من الشرطه الانجليزيه مكافاه قدرها 6000 جنيه استرليني، والكلب بيكلز خد اكل مدى الحياه. حرفيا بيكلز في الوقت ده كان اشهر من بوبي تشارلز وظهر في افلام كتير واعلانات وكان بطل قومي في انجلترا. كبرتوا الموضوع يا جماعه والله، انا كنت مفتكرها حته عظمه والله. والكاس رجعت والبطوله اتلعبت وانجلترا كسبت البطوله دي. تعال بقى نروح لاخر محطه عباسيه للكاس دي، وكانت في البرازيل وتحديدا سنه 1970. ساعتها البرازيل بتحقق النجمه الثالثه ليها في كاس العالم، وكان في قانون ساعتها بيقول لو منتخب قدر ان هو يحقق 3 كاس عالم ياخد الكاس دي عنده مدى الحياه. اول ما الكاس دي دخلت البرازيل حرفيا اتعاملت معامله مهينه جدا، كان اي حد ممكن ياخد الكاس دي ويلعب عليها قمار عادي. الموضوع كان سايب لدرجه ان شخص من الاتحاد البرازيلي خد الكاس دي وسهر بيها في نايت كلاب وكان بيلعب عليها قمار وكان بيتمنظر بيها على اصحابه والناس اللي حواليه. المهم ان الاتحاد البرازيلي مع الوقت عرف قيمه الكاس دي وقرر يعمل لها مكان مخصص علشان تحافظ على قيمتها. المكان المخصص فيها كان في ريو دي جانيرو في مقر الاتحاد البرازيلي. مش بس كده، ده اتعمل لها ازاز مضاد للرصاص. المفروض ان احنا كده قمه الامان ها. وفي 1983 يخش مجموعه حراميه برازيليين بس ايه صايعين قوي. الحراميه دول لما بصوا للازاز الواقي لقوا ان هو فيه برواز خشب. البرواز الخشب ده هو اللي كان ماسك الازاز الواقي اصلا. فبكل سهوله الحراميه فكت البرواز ده وقدروا ان هم يشيلوا الازاز وياخدوا الكاس من وراه، ولا من شاف ولا من دري. يعني ربنا بيدي كل حاجه، مش مهم الذكاء، اهم حاجه الكاس ترجع بالسلامه زي ما حصل قبل كده. حرفيا البرازيل اتقلبت في الوقت ده والحكومه البرازيليه ما بتدورش على اي حاجه غير الكاس دي. بس المره دي مفيش الكلب بيكلز، مفيش نائب الاتحاد الايطالي، محدش هينقذ الموقف لان الحراميه دول كانوا خايفين من الحكومه البرازيليه فعملوا ابشع جريمه في تاريخ الرياضه كلها. يقال والله اعلم ان الكاس دي اتسيحت وكل معدن فيها انفصل عن التاني، الذهب في ناحيه، الحديد في ناحيه، النحاس في ناحيه وكده يعني، علشان تنتهي قصه كاس جون ريميه للابد اللي عاش حياته كلها في مرمطه، شويه يتجاب من بق كلب، شويه يتحط في علبه جزم ريحتها وحشه، علشان مع انطلاق كاس العالم بشكلها الجديد سنه 74 يقرر الاتحاد الدولي لكره القدم انه يحط بروتوكول خاص للتعامل مع الكاس دي. مش اي حد يقدر يلمس الكاس دي غير اللي فاز بيها او رئيس دوله او حد من منظمه الفيفا، واي حد خارج المنظمات دي يقرر ان هو يشيل الكاس من مكانه لازم يكون لابس جوانتي. بقول لك ايه، في حلقتين تعالى نعملهم. الفيفا المره دي اتعلم الدرس وبدل النسخه الاصليه ما كانت بتروح لاي منتخب بيكسب البطوله، لا هي بترجع تاني على سويسرا والبطل بياخد نسخه مقلده من الكاس الاصليه. خلي بالك الكاس الاصليه بترجع لسويسرا تاني، بتتحط في مقر الفيفا في حته تحت الارض ها. اعتقد دلوقتي انت عرفت ليه ان ما ينفعش اي حد يحط ايده على الكاس دي. سلام.